سيدي أشرف بن شرقي أو بن قلبي، كلها جمل طلعت من جمهور الزمالك حبا في المغربي أشرف بن شرقي، واللي بيرجع اسمه تاني يتردد بقوة في نادي الزمالك. بن شرقي كتب قصة حب كبيرة مع جماهير الزمالك وقدم مواسم تاريخية، وتوج كمان بألقاب وقتها عشان يكون واحد من أفضل اللعيبة اللي لبسوا قميص النادي. إيه بقى حكاية عودته من جديد؟ وهل في خطة من الزمالك للتعاقد من جديد مع أشرف بن شرقي؟ تعال أقولك الحكاية. رجع من تاني أشرف بن شرقي يرتبط اسمه بنادي الزمالك والعودة من جديد للجماهير العاشقة بعد قرار الرحيل في بداية الموسم الماضي بعد 3 سنين في القلعة البيضاء. قدر خلالهم يلعب 73 مباراة ويسجل 26 هدف ويحقق بطولتين دوري مصري وزيهم كاس مصر وبطولة السوبر المصري والسوبر الأفريقي، عشان يكتب مع جماهير الزمالك 3 مواسم من أروع ما يكون لمحترف قبل ما ينتهي عقده ويقرر الرحيل بعد الأزمات المالية اللي مرت بالنادي، عشان يروح على فريق الجزيرة الإماراتي ويلعب 33 مباراة ويسجل 9 أهداف ويصنع هدف وحيد. ومع بداية الموسم الحالي يروح نادي الريان القطري براتب وصل ل 3.5 مليون يورو، والراتب ده حسب موقع ترانسفير ماركت. ايه حكاية عودته تاني لنادي الزمالك؟ وهل في حد فتح مفاوضات مع اللاعب رغم ان مفيش مجلس إدارة؟ مفيش مجلس إدارة، بس في لجنة معينة تدير النادي، وهي اللي فتحت المفاوضات مع أشرف بن شرقي عشان يرجع من جديد للنادي. والمفاوضات بحسب تقارير كتيرة وصلت لمراحل متقدمة. بن شرقي وافق يرجع الزمالك قبل حتى ما عقده مع الريان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وقال للجنة الزمالك إنه ينضم للفريق في الانتقالات الشتوية ومن غير ما النادي يدفع فلوس، عشان هو هيتكلم مع الإدارة ويفسخ العقد بالتراضي، وبالتالي يكون انتقاله للزمالك مجاني. اللجنة الحالية في الزمالك فتحت خط مفاوضات مع عدد كبير من اللعيبة، منهم أشرف بن شرقي، عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر. بن شرقي فرصة كويسة جدا للزمالك لأنه هيتقيد في القائمة الأفريقية وهيكمل مشوار الكونفدرالية، على عكس عمر كمال مثلا اللي مش هيلعب في أفريقيا لأنه شارك في فيوتشر في البطولة. لكن كل الانتقالات متوقفة عند نقطة واحدة، وهي حل الزمالك أزمة القيد قبل الانتقالات الشتوية، وده عشان يوافق بن شرقي يرجع. كمان في رجال أعمال زملكاوية هيدخلوا في الصفقة عشان تتم، ده غير عدد من المرشحين في الانتخابات. الاتفاق تم بين بن شرقي واللجنة الحالية في الزمالك إنه لو ما حصلش وفتح القيد في الانتقالات الشتوية هيضطر لتأجيل الرجوع عشان يكون في الانتقالات الصيفية، وبرضه هيكون متاح فري. بن شرقي في وقت من الأوقات كان مطلوب في الأهلي، لكن الطلبات المادية هي اللي بعدت الصفقة، وده بعد فسخ تعاقده مع الجزيرة الإماراتي. ووقتها برضه كان في سباق التعاقد مع فريق بيراميدز واللي رفض كل الطلبات المادية الكبيرة للاعب وانسحب من الصفقة. والأهلي وقتها برضه كان تم الاتفاق مع رضا سليم، وبالتالي حاجته للاعب في مركز الجناح ما بقتش ضرورية، وكان بيدور على لاعب في مركز المهاجم الصريح قبل التعاقد مع موديس قبل أيام قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية الأخيرة. ودي مش أول مرة يحصل كلام بين بن شرقي والأهلي، لأنه حصل بعد نهاية عقده مع الزمالك وقبل الخروج للجزيرة الإماراتي، بس طلب 2 مليون دولار سنوياً، والأهلي عرض 1,200,000، وعشان كده طلع على الخليج. في النهاية تفتكر صفقة بن شرقي ممكن تتم بسهولة في الشتاء؟ وهل هيقدر يفيد النادي ويرجعه للبطولات من جديد؟